ونتابع إلى جبهة أخرى من جبهات الثورة السورية لننطلق إلى مدينة حماة الحبيبة. حماة أبي الفداء لينضم إلينا من هناك أبو هشام الحموي، الناطق الرسمي باسم شبكة فداء نيوز عن حماة وريفها. مرحبا بك أخي أبو هشام الحموي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم. وعليكم السلام. لو تضعنا في مجمل التطورات اليوم والمستجدات في حماة وريفها، تفضل. أخي الكريم، بالنسبة للتطورات في حماة، يوم أمس استهدف مقاتلو جيش العزة مراكز الأمن والشبيحة في سلحب وبصواريخ جراد نصرة لإخوان المعتقلين في سجن حماة المركزي. وللعودة أيضا لنعود أيضا لآخر التطورات في سجن حماة المركزي. وردنا قبل قليل أن قوات النظام نقضت الاتفاق وعادت أحد المساجين إلى السجن بعد مضي 3 أيام من الإفراج عنه. نعم. نعم. أخي الكريم، أيضا الآن قوات الأمن والنظام بدأت يعني بالتفاوض وعودة الكهرباء إلى داخل السجن، لكن كما وردنا من داخل عبر مصادر شبكة فداء نيوز من داخل السجن إنه سيبدأ سيأتي لجنتين تفاوض من الشام، لجنة عسكرية وأمنية. لا يعرف المعتقلين ما هي هذه اللجنة ماذا تنوي بالتفاوض معهم. وأيضا في مجمل التفاوض كما تفاوض معهم اللجنة ليلة أمس أنه بشكل يومي يجب أن يصدر حكم الإفراج عن 50 معتقل، لكن ليلة أمس لم يتم الإفراج إلا عن 11 معتقل، واليوم لم يتم إفراج عن أي أحد. نعم أخي أبو هشام الحموي، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية بالنسبة للنازحين خاصة في ريف حماة الشمالي، يعني من جراء القصف الروسي وقصف مرتزقة الأسد لأهلنا لبلداتنا؟ كيف يبدو الوضع الإنساني لديكم؟ خيم مهترئة واستغاثات ونداءات من أطفال ونساء في الأعراء تحت الأشجار. نعم أخي الكريم، بالنسبة للقصف الريف الشمالي، ريف حماة الشمالي بشكل يومي يتم القصف عليه، وخاصة بعد صواريخ الجراد التي كانت نصرة لإخواننا المعتقلين في حماة، لكن النظام والطيران الروسي لا يرد إلا على المدنيين والثكنات التي تواجد بها المدنيين، يعني مخيمات النزوح والأماكن تجمعات النزوح والأبنية التحتية التي يسكن فيها الآن النازحين. وبالنسبة للأوضاع الإنسانية، الريف الشمالي منقطع عن المياه بشكل كامل، الأبنية التحتية مدمرة بشكل كامل منذ أكثر من سنة. اليوم النازحين بشكل كامل يقوموا، النازحين والمدنيين الذين ساكنين في منازلهم يقومون بشراء المياه بنسبة يتوسط 1000 لتر مياه ب 700 أو 800 ليرة سورية. نعم أخي أبو هشام الحموي، الناطق الرسمي باسم شبكة فداء نيوز عن حماة وريفها، لك جزيل الشكر.